لكل واحد كان بيسالني انت عملت ايه في الخنافس يا مصطفى، تعالوا بقى اوريكم التطورات اللي حصلت للخنافس. بعد الاسبوع الاول من ان انا حطيتهم في العلبه لقيت حاجه غريبه جدا بتلعب في الرده. ببص كده لقيتها دوده الميل ورم، واخيرا يا جماعه هيبقى عندي دود ميل ورم. مش مصدق نفسي بجد. كده بقى خلفوا الحمد لله، ومنتظر ان هم يكبروا. وبعد شهرين بقى من الموضوع ده لقيت يا جماعه ان طلعوا دود كبير قوي اللي هو بقى الميل ورم الاصلي، وجبت لهم بقى حبه شوفان عشان يكبروا اكتر ويتغذوا اكتر، يبقوا فيهم بروتين كتير قوي ويكبروا بسرعه ويبقوا مبطرخين كده، الدوده تبقى مبطرخه. بس انا اكيد مش هستخدم منهم دلوقتي غير اما تتحول لخنفسه ويبقوا كتير. وبقلب في الرده كده لقيت حاجه غريبه جدا، اتخضيت، قعدت ابحث عنها وطلعت ان الدوده بتتشرنق وبتبقى بالشكل ده. يعني الدوده بتبقى كده، وبعد بقى ما بتبقى كده يا جماعه بتتحول لشرنقه، ومن الشرنقه بتتحول لخنفسه. وبجد دوره حياه جامده جدا. ومش عايز اصدمكم واقول لكم ان الميل ورم ده بيتدخل في منتجات غذائيه كتير قوي، وبجد ممكن نكون كلنا منها واحنا مش واخدين بالنا كمان. يلا سلام.